صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. مريدا بدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالإعدام والإيجاد، المنزه عن شوائب النقص والأضداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم المخالف لما عداه من الكائنات، الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الصادق الأمين، المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد، فلا نزال بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع شرح منظومة جوهرة التوحيد للإمام العلامة سيد إبراهيم بن الحسن بن علي اللقاني المالكي الأشعري المصري رحمة الله عليه، المتوفى سنة 41 بعد الألف من الهجرة النبوية، معتمدين في ذلك على شرح تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم الباجوري الشافعي الأشعري المصري رحمة الله عليه، المولود سنة 98 بعد 100 بعد الألف من الهجرة النبوية، والمتوفى سنة 76 بعد 200 بعد الألف من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الدرس 65 يقول فيها الإمام اللقاني عند البيت 96: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. هنا في هذا البيت 96 شرع المصنف أو الناظم رحمه الله الحديث عن سؤال القبر ونعيمه وعذابه، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. قوله سؤالنا ثم عذاب القبر، هنا يشير إلى سؤال منكر ونكير، الملكان الموكلان بسؤال المخلوقات في القبر، المكلفة يعني الإنس والجن. سؤال منكر ونكير. إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين، خلافا لابن عبد البر الحافظ أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله، حيث قال في تمهيده: الكافر لا يسأل، وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر، ولكن الجمهور على خلافه، الجمهور على أن السؤال يكون للمؤمن وللمنافق وللكافر، كقال سيد إبراهيم الباجوري، والجمهور على خلافه. وإنما سمي الملكان بمنكر ونكير لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة، فإن صفتهما كما في الحديث أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس، وفي رواية كالبرق، وأصواتهما كالرعد، وإذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار.
بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لذابت. وفي رواية بيد أحدهما مطراق من حديد، في رواية بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، لكن يترفقان المؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب: نم نومة العروس. وينتهران المنافق يقصد به النفاق الأكبر الذي يتظاهر بالإسلام ويخفي الكفر والعياذ بالله. وينتهران المنافق والكافر. وقيل، يقول الإمام الباجوري: المؤمن الموفق له مبشر وبشير. المؤمن يأتيه ملكان مبشر وبشير. وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. وقيل: ومعهما ملك آخر يقال له ناكور. وما قيل من أنه يجيء قبلهما أو قبلهما ملك يقال له رومان، فحديثه موضوع. موضوع يعني حديث مكذوب مختلق مصنوع، لا يجوز نسبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل فيه لين، بعض المحدثين قالوا هذاك الحديث ضعيف جدا. ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس. وفي الحديث كما في شرح المصنف: وإنه ليسمع قرع نعالهم فيعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث. وقال ابن حجر أي العسقلاني: إلى نصفه الأعلى فقط، أي ترجع الروح إلى نصفه الأعلى. وغلط من قال يسأل البدن بلا روح، كمن قال تسأل الروح بلا بدن. لكن وإن عادت الروح لا ينتفي إطلاق اسم الميت عليه، لأن حياته حينئذ ليست حياة كاملة، بل أمر متوسط بين الموت والحياة، كتوسط النوم بينهما. ويرد إليه من الحواس والعقل والعلم يتوقف عليه فهم الخطاب، ويتأتى معه رد الجواب حين يسأل. وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان جميعا تشديدا عليه، ومنهم من يسأله أحدهما إذا أحد الملكين فقط تخفيفا عليه. ووجد بطرة المؤلف، بطرة يعني في هامش الكتاب، أن أحدهم يكون تحت رجليه والآخر عند رأسه، ويسأل مرة واحدة. في حديث أسماء أنه يسأل ثلاثا. وعن جلال الدين السيوطي رحمه الله أن المؤمن يسأل 7 أيام، والكافر يسأل 40 صباحا. ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، خلافا لمن قال بالسرياني أي باللغة السريانية، وهي اللغة القديمة أقدم لغة، وهي لغة الروح، ويقال أنها لغة سيدنا آدم عليه السلام. ولذلك قال بعضهم: من عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسريان أفتى به شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني.
من عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني أي باللغة السريانية. من قال بهذا؟ قال أفتى به شيخنا البلقيني، الإمام البلقيني المعروف الفقيه المحدث الشافعي رحمه الله، ولم أره لغيره بعيني. ويسأل الميت ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها، إذ لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى صالحة لذلك. ويحتمل أن يعيده كما كان، أي يجمع كل ما مزق ويعيده كما كان. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة، قال القرطبي: جاز أن تعظم جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير مخاطبة واحدة. هذا قول القرطبي رحمه الله. وقال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك للسؤال. ورأيت الحليمي ذهب إليه فقال في منهاجه: والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، ويسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث على كل ميت 2 منهم والله أعلم. واختلفت الأحاديث كما قال القرطبي رحمه الله في كيفية السؤال والجواب، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كلها. قال ابن عباس رضي الله عنه: يسألون عن الشهادتين. وعن عكرمة: يسألان عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر التوحيد. وقد ورد إنهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ وإنما يقولن ذلك من غير تعظيم وتفخيم، ليتميز الصادق في الإيمان من المرتاب، فيجيب الأول ويقول الثاني: لا أدري، فيشقى شقاء الأبد والعياذ بالله. وهذا السؤال خاص بهذه الأمة، وقيل كل نبي مع أمته كذلك. وهذا السؤال هو عين فتنة القبر. وقيل هي التلجلج في الجواب. وقيل هي ما ورد من حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه بأن أنا عند قول الملك للميت: من ربك؟ مستدعيا منه جوابه بهذا: ربي. ولم يثبت حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا رؤية الميت له عند السؤال. ويستثنى من عموم قول الناظم سؤالنا من ورد الأثر بعدم سؤاله الأنبياء، قالوا أن الأنبياء لا يسألون، فالحق أنهم لا يسألون، أي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقيل يسألون عن جبريل والوحي الذي أنزل عليهم، ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم سيدنا محمد محل الخلاف. وكالصديقين والشهداء والمرابطين والملازمين قراءة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة من غير بلوغ الخبر لهم. والمراد بالملازمة الإتيان بها في غالب الأوقات، فلا يضر الترك مرة بعذر، سواء قرأها عند النوم أو قبل ذلك. وهكذا سورة السجدة فيما ذكره بعضهم. وكذا من قرأ في مرض موته قل هو الله أحد. ومريض البطن الشهداء يعني، والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابرا محتسبا، والميت ليلة الجمعة أو يومها إلى غير ذلك. والراجح أن غير الأنبياء والشهداء شهداء المعركة يسألون سؤالا خفيفا، وبعضهم أخذ بظاهر ذلك، والظاهر كما جزم به
الحافظ جلال الدين السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا أي بمكلفين، بخلاف الأطفال لا يسألون أنهم غير مكلفين. والظاهر أيضا عدم سؤال الملائكة. وأما الجن فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم. وحكمة السؤال إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان. فالمؤمنون الطائعون يباهي الله بهم الملائكة، وغيرهم يفضحون عند الملائكة. ثم ذكر الإمام الباجوري أن عذاب القبر أو سؤال القبر يقع وإن لم يدفن الميت. لذلك قال بعدها قال سؤالنا ثم عذاب القبر. ثم عذاب القبر هذا عطف على قوله سؤالنا لمشاركته له في حكمه الآتي وهو الوجوب، وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب، قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وذري في الريح. ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه، والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق. وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن كرام وطائفة وقالوا المعذب البدن فقط، ويخلق الله فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويتألم، ويكون الكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، ويدوم على الأولين وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين، وهم من خفت جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون بحسبها، وقد يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك كما قاله ابن القيم رحمه الله. وكل من كان لا يسأل في قبره لا يعذب فيه أيضا. ومن عذاب القبر ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما نبتت خضراء. والتنين بكسر المثنات الفوقية وتشد النون هو أكبر الثعابين. وقيل وحكمة هذا العدد أنه كفر بأسماء الله تعالى الحسنى وهي 99. ومن عذابه أيضا ضغطته وهي التقاء حفتي القبر. وورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو منها أحد ولو صغيرا، وسواء كان صالحا أو طالحا إلى الأنبياء. وإلا فاطمة بنت أسد، وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. ثم قال سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. قوله نعيمه أي ونعيم القبر، فهو معطوف على ما تقدم بإسقاط حرف العطف ويكون للمؤمنين، لما ورد في ذلك في النصوص البالغة مبلغ التواتر. وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فلا يختص بالقبور ولا يختص بمؤمني هذه الأمة ولا بالمكلفين. من نعيم القبر ومن نعيمه توسيع القبر 70 ذراعا عرضا وكذا طولا. ومنه أيضا فتح الطاقة فيه من الجنة وامتلاؤه بالريحان وجعلوه روضة من رياض الجنة.
وجعلوا قنديل فيه ينور له قبره كالقمر ليلة البدر. وقد ورد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى: تعلم الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه مرفوعا: من نور في مساجد الله نور الله له في قبره. وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء. ثم قال: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. نعيمه واجب أي بسكون الباء كبعث الحشر، هو خبر قوله سؤالنا وما عطف عليه. فكل واحد من الثلاثة المذكورة واجب سمعا، لأنه أمر ممكن أخبر به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وكل ما هو كذلك فهو واجب، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة، وكل أنكرت الملحدة كلا من هذه الثلاثة. نعيمه واجب كبعث الحشر، أي كبعث الناس للحشر. فالإضافة هنا على معنى اللام، والتشبيه في الوجوب، والبعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ولو قطعت قبل موته، بخلاف التي ليس لها من شأنها ذلك كالظفر. والحشر هو عبارة عن سوقها أو سوق الأرواح، سوقهم جميعا إلى الموقف، وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة التي لم يعص الله عز وجل عليها لفصل القضاء بينهم. ولا فرق في ذلك بين من يجازي أو يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون، وعلى ما صححه الإمام النووي رحمه الله. وأما السقط أي من سقط من الحمل، السقط قبل نفخ الروح، وهو الذي لم تتم له 6 أشهر، فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه أعيد وروحه، ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول. وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجر، فيحشر ثم يصير ترابا. وأول من تنشق عنه الأرض هو سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يبعث وأول وارد المحشر، كما أنه أول داخل الجنة. وبعده سيدنا نوح كما ورد، لكن ورد أن بعده صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وحمل على أنه بعد الأنبياء. أنواع الحشر ومراتب الحشر في الناس في الحشر متفاوتة، فمنهم الراكب وهو المتقي، ومنهم الماشي على رجليه وهو قليل العمل، منهم الماشي على وجهه وهو الكافر والعياذ بالله. وهذا الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو، ثانيها صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار، وهذان النوعان في الآخرة. ثالثها إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، هو المذكور في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. رابعها سوق النار التي تخرج من أرض عدن أي باليمن للكفار وغيرهم من كل حي قرب قيام الساعة إلى المحشر،
فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، فتدور الدنيا كلها وتطير لها دوي كدوي الرعد القاصف، وحكمتها الامتحان والاختبار. فمن علم أنها مرسلة من عند الله وانساق معها سلم منها، ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلته، وبعد سبقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد مدة. وهذان النوعان في الدنيا، فأنواع الحشر 4، وجعلها الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله كثيرة جدا، وعد منها حشر الضر يوم ألست بربكم وغير ذلك. انظر اليواقيت كما نقل عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتابه اليواقيت في حديثه عن الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رحمه الله تعالى. نعم، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة.